ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب يا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معانا حاجة كلنا بنعشقها وبنموت فيها وبتوفر لنا لما بنعملها في البيت. معانا جاتوه بصوص الشوكولاتة، هوريهولكوا كله بتكاته وحركاته من مطبخ مارجو. يا رب يعجبكم يا حبايب قلبي، ومش هطول عليكم اكتر من كده. في المقدمة هقولكوا ازاي تعملي الجاتوه وتزوقيه من مطبخ مارجو. تبعد الانترو، انزل يا ابني بالانترو. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين هبتدي اقول معاكم اهم مقادير الجاتوه بتاعي الشاتوه اللي متزوق او متجرنش بكريمة الشوكولاتة ومحطوط عليه فلوتس. زي ما انتوا شايفين المقادير بتاعتي بسيطة جدا وحاجات موفرة. 3 معالق من الكاكاو، وكوباية زيت الا صباعين كده مش كاملة، مع كوباية لبن وكوباية سكر وباكو بيكنج باودر وبيضتين وكوبايتين من الدقيق مع شوية فلوتس هزوق بيهم واعمل جرنشة على الوش، مع باكيتتين فانيليا او معلقة فانيليا سايلة. طبعا المكونات بسيطة وبتكون في اي بيت، وممكن ترضي ولادك باقل حاجة عندك في البيت. الجاتوه ده تقريبا بيكفي 5 افراد. همسك الاول الصينية وهبتدي افرش في القعر بتاعها كمية من الزيت مش كتيرة قوي، وبعدين هبدر الصينية يا اما بالدقيق يا اما بالكاكاو زي ما انا المتوفر عندي. وطبعا هبتدي امسك الكوبايتين الدقيق اللي عندي، هحط عليهم البيكنج باودر في الخلاط. هحط المواد السايله كلها، كوبايه اللبن على كوبايه الزيت على كوبايه السكر على شويه فانيليا، وابتدي اضربهم حلو جدا. وطبعا في الاول خالص هولع الفرن، هبتدي اضربهم حلو جدا في الخلاط لما يكونوا لي ماده سايله، وهبتدي احط عليهم 3 معالق الشوكولاته. طبعا ما جتش لسه جنب البيض. هضرب حلو جدا واشوف درجة سيولته قد ايه. لو سايل بشكل معين طبعا ست البيت هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده، هسيبه. لو مش سايل بالدرجة اللي انا محتاجاها هبتدي احط عليه صبع او صباعين تاني لبن. وطبعا هضرب حلو جدا مرة واتنين في الخلاط لحد ما يدوب، ولا هو سايل ولا هو خفيف ولا هو تقيل. هبتدي اصب منه كوباية واسيبها على جنب علشان خاطر الديكوريشن اللي هعمله على وش الجاتوه بتاعي. وهبتدي امسك الخلاط، هكسر البيضتين اللي فاضلين من المقادير عليه واضربهم ضربة حلوة في الخلاط. بصوا شكل الحاجة بتبين انها هتطلع حلوة من قبل ما الواحد يعملها. ما اتأكد ان هم اتضربوا حلو جدا، هبتدي انزلهم على كمية الدقيق اللي هي عبارة عن كوبايتين ومحطوط عليهم البيكنج باودر، وهبتدي اقلب بالسباتيولا بتاعتي بس في اتجاه واحد عشان ما طلعش البيكربونات اللي تعمل العجينة فلافي. بصوا زي ما انتوا شايفين ايدي في العجينة وبقلبها في اتجاه واحد لحد ما الدقيق يختفي نهائي. طبعا انا محضرة الصينية وحطالها الزيت ومجلداها او مبدراها بحبة من الدقيق او حبة من الكاكاو زي ما قلت لكم قبل كده. هبتدي اصب الكيكة عندي اللي انا هزوقها وتبقى جاتوه باذن الله هيبقى تحفه قوي ويعجبكم. طبعا ريحه العجينه تحفه من قبل ما تخش الفرن. انا مسخنه الفرن مشغلاه على 180 من قبل ما ابدا في عميل الكيك بتاعي. طبعا هحطه في الفرن ومش هسهى عليه، تنيتي راحه جايه ابص عليه لحد ما الاحظ ان الكيك بتاعي ابتدى يستوى، مش قبل تلت ساعه لما ابتدي افتح من عليه الفرن عشان ما يهبطش. بصوا شكله استوى واخد لون حلو من على الوش. يامي يامي، شكله يفتح النفس. احلى جاتوه شاتوه ده ولا ايه يا بنت يا مارجو؟ عاشت ايديك يا بنت يا مارجو. هبتدي احط السكينه في النص. لو طلعت بالعجينه معنى كده ان الكيكه لسه ما استوتش، لو طلعت نضيفه زي ما انتوا شايفينها يبقى الكيك بتاعي استوى. هطلعه يبرد شويه على الرخامه. طبعا زي ما انتوا شايفين شكله حلو جدا، ولو شميتوا الريحه هتعشقوها. هبتدي امسك شيش تاووك وابتدي اخرم في الكيكه بتاعتي اخرام علشان احط على الكيكه كميه من الفانتا او كميه من محلول سكري هتخلي معايا حته الجاتوه فلافي.
زي ما انتوا شايفيني خرمتها كذا خرم، وهبتدي امسك ربع كوبايه فانتا وحزقي قاعده التورتايه بتاعتي او الجاتو بتاعي اللي انا بعمله شاتو. هسيبه يتشرب حبه، وبعد كده هبتدي امسك الشوكولاته الكوبايه اللي انا كنت سايباها من السائل في الاول، وهبتدي اوزعها على وش الكيك بتاعي. بصوا منظره، شكل الكيك طبعا ناجح، ولما شربته بالفانتا هيبقى فلافي وتحفه. طبعا انا بقول الخطوات بالراحه جدا عشان اي ست بيت مبتدئه لسه في اول حياتها تعرف تعمله ازاي بطريقه مظبوطه. بوزع الشوكولاته على الوش، وببتدي بالاسباتيولا بتاعتي اسويها، او ممكن امسك الصينيه وادبها دبتين كده على الرخامه بتاعتي هتتساوى. طبعا هبتدي بعد كده اقطعه بشكل معين زي ما كل اسره بيناسبها. في اسره بيناسبها حتت صغيره، حتت كبيره، على حسب ما انا عارفه ولادي بياكلوا قد ايه عشان ما يفوضوش من القطعه وتترمى. قطعتها شكل الجاتو اللي انا بشتريه من اي محل، وهبتدي اشيلها بالشياله بتاعت الجاتو. هبتدي بعد كده عندي صوابع الفلوتس هزوق بيها وش الجاتو بتاعي. طبعا انا عندي فلوتس في البيت، انتي عندك شوكولاتة صغيرة، غيري عنده بندق، غيري عنده عين جمل، غيري عنده كريز، كل حاجة عندك في البيت استغليها. بصوا شكل الجاتو بتاعي شكله طالع ازاي، طبعا شكله يفتح النفس. انا عايزاكوا تيجوا تشموا الريحة معايا، تحفة، يامي يامي. احلى جاتو شاتو ده ولا ايه يا بنت يا مارجو؟ عاشت ايديكي يا بنت يا مارجو. ودلوقتي اللي شاف معايا ازاي عملت الجاتو وجرنشته وعجبه طريقتي، يا ريت يكتب لي كومنت حلو من عنده ويدعمني بلايك ويقول لي ايه رايه وهو بيتابعني منين، وجربها طلعت حلوه معاه ولا لا. عاشت ايديكي يا بنت يا مارجو ولا لا؟ يا ريت تكتبوا لي في كومنتاتكم انتوا بتكتبوا لي من انهي مكان بالظبط عشان ابقى مطمئنه. تابعوني في قناتي واستنوني في الوصفه الجايه مع احلى وصفات من مطبخ مارجو، حلو وحادق. وباي باي.